بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيديو قصير كده مش كبير قوي. عبارة عن صينية فيها الخضار المشكل اللي موجود عندي في البيت، اذا كان بطاطس او كوسة او برنجان او جزر، بصل، فلفل، طماطم، اي خضار عندك في البيت قطعيه واعملي صينية. انا قطعته مكعبات وكله نايف نايف. حطيت طبعا هحط عليه البهارات بس انا طبعا قعدت معاه فرخة، نص فرخة، وحطيت البهارات وبيتها على بيات. في كله على الناشف. انا كنت عايزة اعملها بالورق الالمونيا والزبدة وكده واحطها في الفرن، بس بصراحة ما لقيتش عندي ورق الالمونيا يعني. اللي هو الورق الحراري يعني. انا هحط الخليط الخضار كله بالتوابل بتاعته على نص الفرخة اللي هي عندي دي، وهتبلهم في بعض عشان يتشربوا من بعض، وهحطهم في التلاجة لما احضر بقية الاكل عندي فرخة بلدي، طبعا عندي جزء مش بياكلها خالص من ولادي يعني، وعندي بياكل الفراخ كده في الخضار يعني على الناشف كده في الفرن. البلدي مش بياكلوها، فانا عملت دي كده. وهنطبخ الفرخة البلدي بطريقة عادية خالص، لو هنشوحها، هنحشيها بالبصل، وهنشوحها عادي او نسلقها عادي يعني. اهو البصل ده هحط فيه البهارات، الكمون والملح، وهنا حلة حضرت فيها بصل وطماطم ورق لورا ومستكة وحبهان وحبة زيت برضو وملح. والفرخة البلدي اهي هحشيها وهنزلها فيها تتسلق كده وبعدين نشيل الريم بتاعها ونعمل منها حبة شوربة حلوين. مش عارفة، مع ان الفراخ البلدي حلوة وتربية بيت، بس ولادي مش بيحبوها بصراحة يعني. انا بحبها. احنا طبخناها الطبخ العادي بتاع كل بيت، هنطبخها عادي وهنقشط الريم بتاعها وهنشيل الريم بتاعها. طبعا الريم بتاعها اللي هو بيبقى الدم اللي طالع عايم على وش الشوربة، بنشيله عشان ما يغمقش الشوربة. الفرخة انا عاملاها بالبصل والكبد والقوانص ومتبلاها، فكنت حاطة في الشوربة جزراية مع طماطمية وبصلة وكده. طبعا ريحتها جميلة قوي زي البط كده يعني بالبصل اهي. هنسيبها لما تستوي خالص لانها كبيرة براحتها خالص. وبعد ما تستوي طبعا هطلعها من الشوربة عشان ادهنها بالليمون والبهارات ونحمرها بحالها كده. جنبها بقى هنعمل حبة لسان عصفور وهنعمل رز ابيض، والصينية بتاعتنا الجميلة دي اللي هي تشكيلة الخضار مع نص الفرخة اللي عندي هنحطها في الفرن على الناشف كده. هي طبعا الخضار ده هيبك بقى المية بتاعته وهي في الفرن، وهتستوي على الهين كده. انا بفرش الخضار في الصينية طبعا متبل وجاهز، وهرص فوق وش الصينية الفرخة بتاعتنا اللي هي كانت بايتة في الخضار ده. كله خضار نايم، ولا حمرت برنجان ولا عملت اي حاجة. ونازل، شوفوا نازل ناشف ازاي، ما بكش مية ولا حاجة. والفرخة هحطها فوق الوش كده وادخلهم الفرن. انا طبعا في الفرن غطيتها ليه؟ علشان ما تحمرش وما تستوي قبل ما تستوي. انا غطيتها عشان تستوى لما تبك المية بتاعت الخضار كده مع الفراخ برضو، واحط على وشها زيت على فكرة يعني. وانا متبلها تتبيلة حلوة والملح بتاعها مظبوط. اما اغطيها هتستوى على البخار كده. لكن لو انا حطيتها من غير غطا هتتحمر ومش هتستوي. انا كنت عايزة احطها في ورق ألمونيا، في ورق فويل اللي هو الورق الحراري، واحط برضو مع ورق زبدة، بس بصراحة ما لقيتش. كده او كده طلعت حلوة يعني. كده بقى هندخلها الفرن اهو. شوفوا طبعا هنا بتبك المية بتاعتها. طبعا ده المنظر ده بعد ما شلت الغطا عشان اوريها لكم يعني. وهي تحت انا حطها على الصاجة مش على الشبكة عشان تستوى. لو انا حطيتها على الشبكة هتتحمر على طول ومش هتستوي.
شوفوا شكلها عامل ازاي، شكلها جميل قوي وريحتها حلوة وكان طعمها جميل. ده فيديو سريع كده وبسيط. طلعناها الخضار معاها كله. الخضار ده زي يعني ما نقول ايه، زي السوتيه كده، بس بجد كان طعم. والفرخة بتاعتنا حمرناها، تبلناها وحطيت عليها ليمون وحمرتها بحالها. وده الرز وده لسان العصفور. وده كان أكلة بتاعنا اهو، سهل وبسيط وسريع، ونعمله في أي بيت يعمله يعني، مهيش حاجة صعبة علشان نقول الأكل بتاعنا بطريقة غريبة يعني. طبعا الصينية دي احنا بنسميها صينية تورلي، اللي هو الخضار المشكل. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم في نهاية الفيديو مع السلامة. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك يا جماعة. سلام عليكم.